الليلة حنعمل أحلى وصفة بتاعت منيل، سهلة وسريعة وبسيطة، وأهم شي طعمها رهيب، مقرمشة وهشة وريحتها رهيبة والنكهات ما طبيعية. أول شي مكونات السائلة: كوب حليب، كوب سكر، وكوب سمين. ممكن تخلط سمين مع زبدة لو حابين، معلقة كبيرة نشادر. أخلطهم كلهم في الخلاط وأمشي أعمل المكونات الجافة اللي هي 4 أكواب دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة كافور أو ريحة الكعك، أنا استخدمت ريحة الكعك، ومعلقة كبيرة سمسم محمص، ومعلقة كبيرة حبة البركة. هقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، بعدين أضيف المكونات السائلة وأبدأ أخلط شوية شوية كده لحد ما تجينا عجينة طرية كده ولطيفة ومتماسكة اللي هي بتاعت المنين. ما محتاجين نعجين كتير يا اخوان، أول ما تمسك معانا خلاص كفاية. بعدين أنا عندي قطعة بتاعت منين جاهزة، بفردهم وبقطعهم بالقطعة. لو ما عندكم قطعات منين ممكن عادي بالسكين تقطعوهم على شكل مطاول، مربعات على كيفكم، أو مثلا بقطعة البيتزا. المهم الموضوع سهل جدا وبسيط. لو ما عملتوا الكعك وما عملتوا البسكويت بتاعي أنا نزلته لكم ولا حتى الغريبة، لازم تعملوا المنين. رهيب 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 رهيب. ما تنسوا كوباية الشاي بلبن المظبوطة مع المنين. وبالعافية عليكم، كل سنة وانتم طيبين.